إلى الخبير التحكيمي بقنوات بي إن سبورتس الكابتن جمال الغندور. كابتن جمال، تفضل، إليك الكلمة. مباراة الجزائر مع بوركينا فاسو أدارها الحكم من جنوب أفريقيا توم أبونجيل. هذه المباراة برز فيها التعاون فيما بين غرفة الفار وحكم المباراة. ده هنشوفه من خلال 3 حالات تم رصدها في هذه المباراة. نشوف مع بعض الحالة الأولى، وهي حالة هدف بوركينا فاسو الذي تم تسجيله في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضايع. كان هناك شك كبير في أن هناك تسلل أم لا. حسم الأمر تقنية التسلل، وبالتالي ننتظر هذه اللقطة لنعلن عن صحة الهدف كما أعلن عنه حكم المباراة. هنشوف مع بعض اللقطة خلاص طالما عندنا الخط الأزرق قدام، وهي المقارنة بين كتف اللاعب وقدم المدافع، وبالتالي قرار الحكام كان القرار الصحيح. الحالة الثانية كانت في الدقيقة 66، وهنا تدخل حكم الفار لاحتساب ركلة جزاء لم يعلن عنها حكم المباراة في الملعب. نشوف مع بعض مدى صحة قرار حكم الفار في هذه الحالة. هذه الحالة قدامنا وادي الهجمة، وهنشوف هنا هيحصل صدام وسقوط ويستمر اللعب، وحكم المباراة يسمح باستمرار اللعب، وأيضا بذكاء من الحكم يوقف المباراة وهي في نصف الملعب، ويعود إلى تقنية الفار التي تقرر أن بالفعل هناك ركل، والركل واضح. آدي المهاجم وآدي المدافع، لم يلمس المدافع الكرة، وبالتالي ركلة الجزاء كانت صحيحة بعدما تدخل حكم الفار. اللقطة الأخيرة أو الحالة الأخيرة كانت في الدقيقة 87، وكان هناك شك في لمسة يد. هنشوف مع بعض أيضا الحالة، وأعتقد هنا اتفق حكم المباراة مع حكم الفار على عدم وجود مخالفة. نشوف مع بعض اللعبة ونشوف هل لمسة اليد كانت متعمدة أم لا. أدي الكرة وآدي لمسة اليد مع المدافع اللي تحصل عليها. بالفعل حصل لمس، ولكن خلينا نشوف أين كانت يد اللاعب. يد اللاعب كانت بالقرب من جسمه، وهو يحاول أن يبتعد بيده، ولكنها لمست الكرة، وبالتالي لا توجد ركلة جزاء في هذه الحالة. ده كان كل اللي عندنا فيما يتعلق بمباراة